هاي، السلام عليكم. شنو اخباركم؟ واش كتعاودوا؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. قصتنا اليوم من القصص الحزينه والمؤلمه جدا اللي اثرت فيا انا شخصيا. فكنتمنى اننا اليوم من بعد الفيديو ما نخرجوش الا وحنا واخدين عبره ودرس كبير من قصتنا ديال اليوم. فيلا بينا نبداو على بركه الله. في سنة 2009 عامل نظافة في عمارة وهو كينظف كعادته لقى كيس قمامة مرمي. منين حلو تصدم بالسر المخيف اللي شاف. سر قلب مصر كاملة، وهذا السر سميتو فاتن. فاتن البنت العادية الدريويشة اللي كانت باغية تعاون الأهل ديالها. قضيتنا اليوم غادية تسافر بنا لمصر الحبيبة. هاد القضية فيها بزاف ديال الغموض والخيانة. قضية اليوم جريمة بشعة بمعنى الكلمة. فاتن رضا بنت مصرية عندها 22 عام، كتعيش في حي عين شمس في القاهرة، من أسرة بسيطة متوسط الحال. باباها كان سميتو الحاج رضا، والأم ديالها سميتها الحاجة هدى. ومنين تزوجوا رزقهم الله بثلاثة الأولاد، فاتن، نجوى ومحمد، وكانوا عايشين على قد الحال ومضاربين مع الزمان وصابرين رغم صعوبة الظروف. الحاج رضا واللي هو الأب كان هو المعين الوحيد ديال الأسرة. واحد النهار منين تقال عليه الحمل وما بقاش قادر على مصاريف ومتطلبات الحياة، قرر يطلق الحاجة هدى ويمشي ويهرب ويخلي ولادو بوحدهم مع الأم ديالهم اللي ما كانت لا خدامة ولا والو. الحاج رضا خوا الدار ومشى ضربها بتزويجه ثانيه وهنا راسو وما بقاش كيسول في ولادو نهائيا. الحاجه هدى بقات كتقاوم، وبسبب الظروف القاسيه غادي يضطر الابن ديالها اللي سميتو محمد يخرج يقلب على خدمه باش يعاون مو خواتاتو، حيت هو اللي بقى راجل الدار دابا. ولكن الخلصه البسيطه اللي كان كياخذها محمد ما كانتش كافيه، ما كانتش كتكفي مصاريف الاسره. هنا فاتن من بعد هاد الظروف القاسيه قررت حتى هي تخرج باش تبدا تقلب على خدمه وتعاون خوها على المصاريف. هنا كانت الام ديالها والاخ ديالها مرادينش وما موافقينش، ولكن فاتن صرات على القرار ديالها. بدات فاتن كتقلب على خدمه واخا صغيره في السن، حتى لقات واحد الخدمه في واحد القهوه. واخا كان الراتب الشهري ديالها قليل وقليل جدا، ولكن المهم كانت كتعاون عائلتها على المصاريف. من بعد واحد الفتره فاتن كتلقى فرصه اخرى وبخلصه احسن من ديال القهوه. جات عند الام ديالها واختها وقالت لهم انها قررت تخرج من خدمه القهوه حيت لقات فرصه زوينه كخادمه في واحد الفيلا في منطقه راقيه اللي سميتها مصر الجديده. فاتن مشات بلا ما تخلي لا عنوان ديال الفيلا للام ديالها ولا حتى شي معلومات بسيطه على شكون موالين هذوك الفيلا اولا فين جات هذيك الفيلا. وهذا هو الخطا الكبير اللي قامت به الام ديال فاتن، انها ما خداتش وما سولاتش مزيان باش تعرف بنتها فين غاديه. فاتن ومنين خرجت من الدار على اساس انها غاديه لخدمه جديده ما بقاتش رجعت لدارهم ولا عيطات ليهم، اختفت تماما. الايام كدوز وفاتن باقا غابره. هنا كيف ما كنعرفوا هضره الجيران بدات كدور، فين فشات فاتن، فين هي فاتن، فين غبرات، غير طلق باهم وامهم وخرجوا رجليها الشواري، وراكم عارفين كثرت الهدور. بدات الاخبار كدور في الحومه، اللي كيقول راها دارت شي فضيحه ومشات للحبس، اللي كيقول سافرات باش تغبر على دارهم ودير ما بغات، وكل واحد كيلغي بلغاه. الام والاخ والاخت تحرجوا قدام الجيران وما بقاو عارفين ما يقولوا، هما براسهم ما عارفينش فين مشات بنتهم ولا شنو واقع ليها. حتى لواحد النهار الام غادي يجيها اتصال من رقم غريب. فاش جاوبات لقات انها بنتها فاتن هي اللي معيطه ليها. قالت ليها سمحي لي يا الوالده غبت عليك هاد المده كامله، ولكن ما تخلعيش عليا، راني بخير وخدامه عند الناس اللي قلت لك عليهم في فيلا مصر الجديده. الام فرحات
فاش سمعت صوت بنتها وقالت لها صافي رجعي دابا لداركم واجي باش نسكتوا الناس علينا، راه عياونا بكثره الهضره خصوصا الجيران. فاتن رفضات ترجع للدار ووعدات الام ديالها انها غاديه تبقى تعيط ليها مره وما تبقاش تغبر ثاني مره اخرى. نجوى فرحات بخبار اختها فاتن انها بخير، ولكن خوها محمد كان مقلق وغضبان على اخته، ووصل الام ديالو باش الا هضرات معها فاتن مره اخرى تحاول تقنعها باش تجي بحالها للدار، وعلى الاقل تورينا فين كتخدم وتعطينا عنوان خدمتها. دازت ليام تاني وفاتن ما عيطات ما والو. هنا الام تقلقات تاني على بنتها واحسات بان بنتها تلفتها هاد الحياه. وفي واحد النهار وفي سنه 2005 ومن بعد ما خرج محمد لخدمته كيدق باب الدار. شي واحد كيدق باب الدار، حلات نجوى الباب حتى كتصدم اختها فاتن واقفه قدام الباب ومعها واحد الولد. نجوى والام كانوا طايرين بالفرحه، عنقوا فاتن وجلسوا بقاو يهضروا. الحاجه هدى عاتبات بنتها فاتن على هاد الغيبه الطويله. فاتن ومن بعد ما عرفاتهم على الولد اللي معاها واللي كان سميتو اسامه واللي كان لابس مزيان وكان كيبان انه انيق وباين عليه انه من عائله لا باس عليهم، هضر مع الام ديال فاتن وقال لها انا اماراتي وجاي باش نخطب بنتك فاتن. الام فرحات في الاول، الولد باين فيه لا باس عليه ومرتاح ماديا، حتى غادي يصدمها انه باغي يتزوج بنتها فاتن في السر، يعني زواج عرفي، لان عائلته رافضين هاد الزواج تماما وما باغينش ليه فاتن وباغين ليه بنت خالته اللي سميتها هدى. الام هنا ما عجبهاش الحال وقالت ليه الا كنتي فعلا كتبغي بنتي فاتن وباغي تزوجها فخاصك تزوجها على سنه الله ورسوله ماشي في السر. ولكن فاتن هنا قطعت الام ديالها وقالت لها انها هي موافقه باش تزوج به، وان اسامه ظريف وغادي يعيشها مزيان وغادي يتهلا فيها ويحقق لها كاع داكشي اللي كتحلم به. فاتن كانت واخده قرارها، ولكن رغم الرفض ديال امها بقات مصره على الراي ديالها. هنا فاتن رجعات مشات مع اسامه واخا الام ديالها حاولت تقنعها باش تجلس معاهم في الدار ودير بالنقص من هذه الخدمه، ولكن فاتن كانت واخده قرارها ومصره عليه. ومن بعد سيمانه رجع اسامه يزور الحاجه هدى وكان جايب معاه هذه المره الصداق وهدايا وعقد الزواج العرفي ديالو مع فاتن، وعلم الام انهم تزوجوا. الام طلبات من اسامه صوره ديال عقد الزواج باش تقدر تحتفظ به وتوريه لعائلتها والجيران اللي كانوا ما ساكتينش. اسامه وعدها انه غادي يرسلوا ليها. دازوا الايام ولكن اسامه ما رسل للحاجه هدى والو. فاتن في هذه الفتره كانت كتهضر مره مع الام ديالها والاخت ديالها نجوى وكتعاود لهم على حياتها السعيده وكيفاش حياتها تبدلات مع اسامه. كدوز الايام والشهور والسنين حتى وصل سبتمبر 2008. فاتن جات زارت الام ديالها في الدار وعطاتها فلوس كثيره وقالت ليها ان اسامه اخيرا غادي يبدل زواجها من عرفي لرسمي وغادي تسافر هي وياه للامارات باش يعيشوا تما. فاتن كانت فرحانه وهي كتعاود الام ديالها والاخت ديالها وحتى هما فرحوا ليها وشافوها كيفاش متحمسه وسعيده مع اسامه. وقبل ما تمشي طلبات امها انها تدعي لاسامه ينجح في الامتحانات ديالو لانه كان باقي كيقرا في كليه التجاره واللي دوز فيها 11 سنه وباقي ما كمل وما تخرج. عطات الام والاخت العنوان فين ساكنه ووعدتهم انها غادي تجي تزورهم مره. ومن بعد مرور 4 ديال الشهور كتعيط فاتن الام ديالها، ولكن كيجاوبها هنايا خوها محمد. سلمت عليه وقالت ليه وجد وراقك حيت اسامه جايب لك عقد شغل في الامارات. محمد طار بالفرحه لانه اخيرا غادي يخرج من مصر وغادي يخدم خدمه مزيانه وبخلصه عاليه اللي غادي تقدر تحقق ليه بزاف ديال الاحلام. وبدا محمد فعلا كيوجد الوراق ديالو، ولكن ومن بعد شهر ونص فاتن اختفات تاني وتقطعت الخبار ديالها وما بقاتش كتجي تزورهم كيف ما قبل. الام هنا خافت وشكات وما عرفاتش شنو هادشي اللي واقع لبنتها، فقررت تمشي تسول في العنوان اللي كانت ديجا عطاتها فاتن.
في الاول تلفات وما عرفاتش فين هي الدار، حتى بقات كتسول وتعاود. وفي الاخير لقات العماره، طلعت للشقه، دقات على باب الشقه وهي تحل ليها واحد السيده. منين سولاتها الام ولا الحاجه هدى على بنتها فاتن وعلى اسامه، غوتات عليها ديك السيده وقالت ليها ما عندنا حتى شي واحد هنايا اللي كيسكن واللي كيسكن هنا وسميتو فاتن اولا اسامه، وجرات عليها. الام هنا تصدمات ومرضات، وعرفات ان اهل اسامه ما عارفين والو على زواجو من بنتها فاتن. الحاجه هدى مشات في حالها وهي مدمره وتالفه وما عارفاش شنو غادا دير. ومن بعد سيمانه بالضبط، وتحديدا يوم 12 فبراير 2009، كان واحد السيد اللي عامل نظافه وسميتو ناصر كينظف في برج السعاده اللي ساكن فيه اسامه، وكيجمع فيه اكياس القمامه. وهو كيجمع حس بشي حاجه بحال الكره وسط من واحد الكيس. فمنين فتح الكيس وشاف شنو داكشي تصدم بالمنظر. لقى راس ديال بنادم، راس مرا، حيت شعرها كان طويل. نصر بدا كيغوت وعيط على حارس العماره يجي يشوف ديك المصيبه. وفي ديك الساعه عيطوا على رجال الشرطه اللي جاو في دورهم في مده قصيره. بداو التحريات ديالهم وبداو كيسولوا العساس والكونسيرج اللي قالوا لرجال الشرطه انهم فعلا كيعرفوا هاد السيده، وكانوا دائما كيشوفوها طالعه للشقه ديال اسامه. طلعت الشرطه للشقه رقم 17، ولكن حتى واحد ما فتح لهم الباب. ومن بعد ما خداو اذن ديال النيابه العامه بالتفتيش، فرجال الشرطه هرسوا الباب ودخلوا للشقه. ولما دخلوا لقاو الرسوم في مسرح جريمه مرعبه. لقاو جثه مقطعه على 8 الاطراف، ولقاو بزاف ديال الالات الحاده اللي عليها اثار ديال الدم كتير. ولقاو طابليه باينه ان اللي قتل كان لابسها وهو كيقطع الجثه. هزوا الجثه للمشرحه، ومن بعد التحقيقات وصلت الشرطه لعائله فاتن. عيطوا لخوها محمد يحقوا معاه، وفاش سولوه على اختو قال انها مزوجه وعايشه مع راجلها اللي سميتو اسامه في مصر الجديده. هنا رجل الامن سكت شويه، ومن بعد ورا محمد الصوره ديال الراس اللي كان في كيس القمامه باش يتعرف عليه. محمد منين شاف الراس او منين شاف الصوره تصدم وما فهم والو وتخلع، وقال انه ما كيعرفش شكون هادشي اللي في الصوره. ومنين داو للمشرحه باش يتعرف على الراس تصدم وبدا كيغوت: اختي هذه هي اختي فاتن، هذه هي فاتن. منين تعمق البحث مع محيط العماره قال لهم الحارس ان اسامه كانت سمعته خايبه بزاف، وكان عنده علاقات كثيره مع البنات، وفاتن كانت وحده من هاد البنات اللي كتردد على اسامه. ولكن الفرق بيناتهم ان فاتن كانت عايشه معاه لمده 4 سنين، لانهم تقريبا كانوا مزوجين في السر. رجال الشرطه عرفوا ان اسامه كان مدمن مخدرات، وعلاقته بعائلته كانت مقطوعه بسبب سلوكه الخايب. وعرفوا كذلك انه فلسطيني الجنسيه، وباه واخد الجنسيه الاماراتيه من زمان. ومنين بحثوا مزيان عرفوا ان اسامه سافر مباشره بعد ارتكابه الجريمه. ومنين تبعوا خط السفر ديالو لقاو انه مشى في الاول الامارات، ومن بعد 4 ساعات سافر لبيروت لبنان، ومن ثم مشى لسوريا اللي غبر فيها تماما. ومن بعد تشريح طبي وتحليلات الحمض النووي اكتشفوا ان الاجزاء المقطعه فعلا كترجع للجثه ديال فاتن، وان سبب الوفاه هما الضربات اللي تعرضت لها فاتن على مستوى الصدر ديالها وعلى مستوى الراس والبطن، اللي تسبب في تهتك الجمجمه ونزيف حاد ادى الى الوفاه. من بعد اكتشفت الشرطه ان اسامه فعلا كان مزوج بفاتن بلا خبار الاهل ديالو. ومنين عرفوا اصرات الام ديالو اللي سميتها ناديه الشيخ انه يبعد من فاتن نهائيا وما يبقاش يعرفها، ولكن هو رفض وبقى متمسك بفاتن. وفي ديك الفتره كانت بزاف ديال المشاكل اللي كدوز بيناتهم، خصوصا منين فاتن بدات كتلح على اسامه انهم يعلنوا زواجهم رسميا وما يبقاوش مزوجين في السر ويسافروا للامارات باش يعيشوا تما. وهذا الشيء اللي خلى اسامه يولي عنيف معاها ويبدا يضربها ويتعدى عليها. فاتن كانت كتعاود كل شيء لاختها اللي سميتها نجوى، وكانت كتقول لها ان اسامه كان كيضربها، ولكن منين كيدير المخدرات
كان كيتكالما وكيطلب منها السماحه وهي كتسمح ليه. في يوم الجريمه اسامه تعاطى كميه كبيره من المخدرات وبدا كيتضارب وكيتغاوت مع فاتن، الشيء اللي خلاه يقتلها. ومن بعد مشى جاب الموس وبدا كيقطع في الجثه، فصل الراس هو الاول ومن بعد تخلص من كل حاجه بوحدها. ومنين فاق وشاف شنو دار عيط لعائلته وعاود ليهم كلشي داكشي اللي وقع. الاب ديالو جاوبو مباشره وقال ليه خاصك تهرب وتسافر برا مصر. وفعلا اسامه هرب والاهل ديالو حتى هما غبروا. ومن بعد ما دازت الايام اهل اسامه مشاو عند اهل فاتن وطلبوا منهم يتنازلوا على القضيه مقابل الفلوس يعني الديه، ولكن عائله فاتن رفضوا رفض تام. ومن تما بدات عائله اسامه كتهدد عائله فاتن انهم الا ما سكتوش غادي يوقع لهم بحال كما وقع لبنتهم فاتن. ومن هنا قررت عائله فاتن انهم ما يسكتوش وانهم يهضروا على حقهم وحق بنتهم ويخرجوا للاعلام ويطالبوا بالحق ديال بنتهم. والناس بداو كيطالبوا باحضار القاتل الهارب. بعد سنوات طويله من الجريمه الشرطه الدوليه قدرت تلقي القبض على اسامه في سوريا ورحلوه لمصر وتحول للمحاكمه طبعا. وفي يوم 24 يناير محكمه جنايات شمال القاهره حكمت على اسامه بالسجن المؤبد. وهذه كانت قصتنا اليوم، قصه صراحه حزينه ومؤلمه بزاف. واش فاتن كانت ضحيه حب اعمى ولا غلطات فاش تقت في اسامه؟ خليو ليا الاراء ديالكم لتحت في التعليقات، وما تنساوش الضغط على زر اللايك والاشتراك باش يوصلكم جديد القناه. وحتى نشوفكم ان شاء الله في قصه جديده. خليت لكم الراحه، في امان الله، بسلام عليكم.